قبل ما نتكلم على تفاصيل مباراة انبي وبيراميدز، النهارده خدنا بالنا من حاجة مهمة جدا في الملعب، اللي كل فريق انبي كان واخد اجازة. كل فريق انبي تقريبا ما شحنش خالص. النهارده بيراميدز عمل كل حاجة في الكورة. بيراميدز قدم مباراة جميلة. بيراميدز كان فيه واضح حاجة مهمة جدا مش موجودة في كل فرق الدوري بما فيهم الاهلي، يمكن موجودة حاليا في الزمالك بنسبة 50%، وهو الانسجام. النهارده كان في انسجام تام بين اللعيبه مع بعضها بتاعه بيراميدز. النهارده بيراميدز كان مركز جدا في المباراه. بيراميدز كان بيعمل كل حاجه في الكوره، مراوغه، شوط، لعب، اختراقات، كل حاجه حتى مهارات. النهارده مصطفى محمد اللي هو خرج من المنتخب لاعب بيقول انا هو انا موجود، لاعب عنده حلول ولاعيب قوي قوي قوي، من حقه يروح على فكره المنتخب لانه لعيب كبير. مهند لاشين لاعب الناس مش شايفاه لكن حريف. كلمه حق نقولها، بيراميدز فريق كبير لانه فعلا مجتهد وعارف هو بيعمل ايه. وبالرغم ان بيراميدز في اول الدوري ما كانش مركز خالص، لكن كلنا شفنا النهارده ان هو كان ممتاز. المنافسه هتبقى شرسه خالص في الدوري، والفرق كلها لو مركزتش كله هيتشاط. كلنا شايفين الثلاثه الكبار، الاهلي والزمالك وبيراميدز، الثلاثه بيصارعوا ان هم ياخدوا البطوله. والاهلي طبعا عارفين ان هو بيمر بمحنه كبيره ودي بطولته المفضله، فبرضو الاهلي في دنيا تانية، موضوع مختلف، محدش عارف المشكله فين بالظبط. كلنا شفنا في المنتخب ماتش اسبانيا كان في تقريبا يجي 7 لعيبه من الاهلي، وبرغم كده في الاهلي ما بيعملوش حاجه، مش عارفين المشكله ايه. نرجع لبيراميدز. انبي يا جماعه، انبي مش هو ده الفريق اللي لعب الزمالك ابدا. يعني انبي مع الزمالك عايز اقول لكم اللي عمل كل حاجه في الكوره، كل فنون اللعب كانت في الملعب، لدرجه ان معتمد جمال ما عرفش يعمل حاجه خالص مع انبي. لكن النهارده بيراميدز نساك كوره. اللعيبه بقى مش في حالتها، او كاني او ماني، دي مش بتاعتنا. لكن اللي نقدر نقوله ان بيراميدز عرف ازاي يقتنص الفوز ببساطه، وكان ممكن يسجل 5 و6 و7 كمان. النهارده ما شفناش اي هجمات تذكر اصلا 90 دقيقه، يمكن هجمه او شوطه او هجمتين لفريق انبي. النهارده انبي غريب جدا، تحس ان هو بلا روح، فريق بيلعب بلا روح، عكس الماتش الزمالك كان تحس ان هو نازل هياخد الدوري. الفرقه المصريه غريبه قوي، تحس ان هي بلا روح. بيراميدز برغم ان هو ملوش جمهور، لكن بيراميدز كلمه بنقولها مهمه جدا ليه، لو هو فضل على مستوى دوت في خلال 5 أو 6 سنين تاني هيبدا يعمل جمهور ليه. زي مين؟ زي باريس سان جيرمان، ما كانش له جمهور، والنهارده باريس سان جيرمان بقى من الفرق اللي هي ليها جماهيريه كبيره في كل حته في العالم. احنا نتمنى يكون كل الفرق المصريه تبقى زي بيراميدز، ما يكونش الاهلي والزمالك بس هم رقم واحد، لا عايزين رقم واحد لحد رقم 10 كمان، بحيث ان يبقى في اكتر من فريق، عشان دوت بيصب على منتخبنا. وكلنا كنا فرحانين بالاداء القوي اللي عمله منتخبنا، وبنشوف اكتر من لاعب من المنتخب في باقي الفرق، ما يكونش بس المنتخب من الاهلي والزمالك، لا عايزينه يبقى من كل فرق الدوري. يبقى انت كده بتعمل توليفه قويه جدا بين الفرق، وده بيصب بمصلحه المنتخب. بالتوفيق لكل الفرق المصريه، ونتمنى الكره تبقى دايما في الازدهار، ودوري قوي وكاس قوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.